يعني سبحان الله، يعني ينظرون إلى مشهور، لاعب كرة قدم مشهور يمارس الفاحشة مع 7 نساء، وكل مرة مع امرأة مختلفة. وعندما يذكرون يجينا ابو تعدد سفيان. الزوجات، نعم، ابو وعندما يذكرون تعدد سفيان الزوجات في الإعلام يشوهونه ويشوهون أصحاب اللحى أهل الاستقامة. فسبحان الله اصحاب يعني. اللحى لك نحن اشرف من راسهم. لك بكفي ما بنروح على زنا، بكفي ما بنشوف فيلم بورنو، بكفي ما بنكذب على الناس، نعم بكفي ما نعم. بناكل اموال الناس بالباطل، بكفي اننا عايشين احرار ببيوتنا وبنرفع صوتنا وبنقول تعدد وبنقول حلال وبنقول معصيه وبنقول كذا، هذا حرام هذا حلال. بكفي ان نحن ناس مننام ونحن متصالحين مع انفسنا. اما انت يا مسكين اللي ما بدك كتاب والسنه بتنام مهموم وبتنام مكتئب وبتنام. انا بقول لك شغلي، بقعد مع رجال، كل رجال بهد الحيط بس جيب ست التعدد. يا شيخي كرمال الله، كرمال الله شيخي، هلا بيسمعونا. كرمال سيدنا، كرمال الله سيدي. غير الموضوع سيدي، غير الموضوع. شو غير والله تقول الموضوع؟ مباحث، أعوذ بالله. غير الموضوع سيدنا، كرمال النبي، كرمال الله. بدهم امط بهذا السلام سيدي، عليكم سيدي. بهذا. شيخنا بعد إذنكم، تفضل. بدي نصيحة بوحدة بس ما بطول عليك. تفضل يا حبيبي. الأولاد بعد ما وجلستنا كلها بيحدث نصيحه. الطلاق، الله يحفظكم، بعد ما بيحدث الطلاق فالأولاد بيبقوا عند الزوج، لكن بدنا نصيحة لهذا الزوج لكي إنه يأمن لهم حياة مستقرة، الأولاد ما يضيعوا، ما يتشتت أفكارهم. نصيحة أو نصيحتين استاذ ابو هذا حميد، الزوج يفعله استاذ لكي ابو يحافظ على حميد، أولاده. تفضلوا سيدي. اياك اذا طلقتي انك تحملي لا هم اولادك، لانه سيدي، النصيحة بدك إنه تبكي الزوج كيف على يحافظ على حالك أولاده. وما احد بيشيلك من ارضك. العاطفه اوقات بتكون سبب ذلك الى يوم القيامه. هون بدها عقل ما بدها عاطفه. اثنين، بتتركي اولادك لجوزك ولا امه اللي كانت عم تحفر براسه مشان يطلقك، هدول اولادكم. ثلاثه، لانه بكره ان طلعت بنتك مو منيحه بيقولوا طلعت لامها، وان مرضت بيقولوا هي قصرت، وان ضربتها سياره بيقولوا الله لا يوفقها كانت دايره على حل شعرها. فقولي لهم خلوا اولادكم تحت عيونكم وريحوني، وريحوني بارك الله فيكم. هي واحد. سيدي اثنين، الزوج بيدير باله على اولاده لمصلحه اولاده، ما بيدير باله على اولاده 600 الف جهنم عليه وعليون. انا هاي من الاخر هو استاذ. سيدي النصيحة اللي بده يفعل الزوج مشان يدير باله على أولاده ويأمن لهم حياة مستقرة وحياة كريمة، يعني ما اول إيش بده شيء يفعل اليوم؟ هو انا بقول لك شو طلق يعمل. أولاده عنده. إيه؟ بيبعت اولاده لعند امه اذا كانت امه حيه. نعم. فتربايه اولاده عند امه وابوه افضل من تربايتهم عنده وعند زوجته الجديده، لانه ما راح تحسن معاملته، لانه امه معلمته لهاي الزوجه الجديده اللي بده يجيبها انها تظلم اولاد الناس، ومتعلمه عند امها انه لازم تكون لئيمه وحقيره حتى تكون عايشه حياه سعيده. نعم. إلا إذا الله أكرمك بإنسان صالح وبتقبلك أنت وأولادك فبيكون زيت على زيت. الله أكبر، الله أكبر. نعم. تفضل يا القرآن الكريم، نحن ما أعطيناك مجال لهلأ. جزاك الله خيرا أخي عبد القادر، احنا مستمعين إن شاء الله تعالى. ما رأيك بهذا الكلام اليوم؟ والله كم داعية طرق هذا المعنى بقوة. والله ما شاء الله ما شاء الله. يعني أنت عم تحط هلا، في عنا مثل بيقولوه بالشام، بتحط على الملح على الجرح ملح. الله أكبر. نعم، أنت ما شاء تضع الله. على أنت الحروف يعني النقط. النقاط على الحروف أول شغلة، ثاني شغلة يعني أنا في لي أقارب متنا يعني. أستاذ، متنا الطريق إلى القرآن، والله متنا جننونا.
الله وكمان رح اكبر. أفيد دكتور ناصر رح يريد أن أعطيك من يسأل الشعر سؤال، بيت يقول يعني مثل ما بيقولوا. دقيقة تفضل. رح يقول ناصر: في عندي سؤال ما حدا عم يجاوبني عليه، و90% من المشايخ يلي هون عم يحضروني بسبب سؤالي. اسأل. ما بدنا نجاوبه اخي، لانه ما بدنا نعرفه، لا بدنا نعرفه ولا بدنا نعرف سؤاله. وعندنا موضوع مهم بدنا ننزله على التيك توك. شكرا لابو سفيان للتوضيح. في الاستاذ عم يبعث لي شو هاي، شو بيقصدوا فيها انه هل تابعت الشيخ عبد القادر؟ شو انا شو بدي اعمل؟ انا بدي اعمل البدء يعني هيك عامل. تفضل يا سيدي القرآن الكريم، تفضل. نعم أخي الكريم، هلا رحنا عم نحكي بالعادات والتقاليد، وفي كمان شغلة تانية ما عم الأهل ما عم ينبهوا على الأولاد إنه هذا حرام، عم يقولوا هذا عيب، ما عم يقولوا حرام، هذا ما بيرضي رب العالمين، هاي هيك ما احد إجا هنا. العادات. نعم. طيب يعني ممكن من خلال سماعك إلي كرامة لله بعد إذنك، من خلال سماعك لإلي تذكرنا ما هي العادات التي هي سبب في الضيق والكآبة في المجتمع الإسلامي، هيك من خلال كلامي فيدنا هيك، عددنا إياهم بعد إذنك. استمعوا يا شباب يعني من أخونا هلا القرآن الكريم. الشغلة الأولى، أول شغلة البعد عن رب العالمين، البعد. الوسائل التواصل الاجتماعي صار يعني الواحد بيستخدمها بما يرضي الله ويغضب الله. صارت الوحدة انه بالبيت تعمل معصية، يعني هي اكثر شغلة صارت كتير يعني بالمجتمعات، يعني لا اكثر قل لي شو شغلة. العادات اللي أنا أضأت عليها من خلال كلامي، يعني من خلال يعني استماعك. يعني لخصنا هلا إياها مشان الناس هيك. يعني العادات انه الواحد لا عن تزوج، يعني الرجال مثل ما عم تحكي انه ما بيقدر يتزوج، اذا بده يتزوج مرته بتطلب الطلاق، هاي اول شغلة، هاي العادات الغلط. وين بتروح بعدين؟ تطلب الطلاق وين بتروح؟ بتروح تقعد عند أهلها، تروح تاخذ بتروح واحد عند متزوج. اهلها، تاخذ واحد متزوج، بعدين بتاخذ واحد قد ابوها. انا صارت مع ايوه اقربائي، يعني مع اقربائي اخذت لي يعني اقارب، طلعت جوزها بيسكر لان سوء الاختيار، يعني مثل ما عم تحكي سوء الاختيار، راحت جوزت واحد تاني لان نكايه بمرته. هلا هلا اخذت من واحد شوي هلا اتصل فيني اخ من السويد، بنته عمرها 20 سنه والعريس عمره 22 سنه، سنه مع بعضهم ما تفاهموا، ما اتفقوا، انحسبت على حالها انها مخطوبه. دكتور هو قال لنا اخر شيء ما انا سر فشل العلاقات هذه؟ اسمع. بارك الله فيك. هو بعد فتره قال كان طالع من المول، اسمعوا على هالقصه اللي بتهوي هوا. قال كان طالع من المول، قام في وحده شافها، قام قال قلبه لهفله بعد سنه كامله وهي مخطوبه على اسمه هاي البنت. قال له والله شوفي انا ليك ما بدي غشك، انا قلبي ما لهفلك. سني يا ابن اللي انت ابنه سني. هاي العادات. قلت له انت بتعرف انه كان ما يصلي؟ قال ايه. قلت له طيب ليش كان قبلتي فيه؟ شوف العاده السيئه. قال نحن متعودين انه بركي انا الله بيتوبوا على ايدي. قلت له الرجل اللي بده يتوب على ايد مره هذا ما رجل. قلت له شو كمان عنده عادي؟ قال بيتكبر علي وما بيحكي معي كلام حلو. قلت له الرجل الذي تشتري منه زوجته أو خطيبته الكلام الحلو فلتعلم أنها ليست بمكان عظيم عنده وليس رجل. ايه والله. طيب شو نعم كمان؟ اخي. موضوع انه نعم، الصغير لازم ياخذ لازم يكون الكبير مسافة يعني. لازم ما يتزوج صغيري. وقد ثبت علميا انه الفتره الزمنيه كلما كبرت مع الخبره والايمان والاتقان هو سبب لنجاح الحياه الزوجيه، وتقارب الافكار سبب للاندماج، لانه انت لما بتكون فكرتك قريبه من فكرتي وانا قريب من فكرتك شو بصير بالافكار؟ بتفوت ببعضها، بصير في تناحر، بصير في ايش في، بينما كلما كبر كلما تنظر له المرأة بالاحترام. نعم. دكتور أنا عندي سؤال والله ودي تجاوب لي عليه. أنت ذكرت مسألة أنا ما فهمتها بعد، أنه لماذا إذا تزوجوا وهم متقاربين في السن دائما يحصل يعني طلاق؟ ما سر فشل هذه العلاقات السر الزوجية؟ الفشل سيدي لأنه هذا ما عنده خبرة، وهاي الامرأة من طبع الامرأة مثل الحصان بدها سايس. يعني بدي أعطيك مثال، واحد بيركب حصان صار له يومين، وواحد صار له بيركب حصان 15 سنة، من سيكون الفنان عند القيادة والتعامل مع الحصان؟ فهمناك الآن. لكن أيضا دكتور افهمني بارك الله فيك. الطبيب واحد تخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود،
بدرجة ممتاز في طب العيون، هل ينقلونه فورا إلى جراحة العيون، أم أنهم يقدمونه عند من عنده خبرة في جراحة العيون؟ وضحت دكتور، لكن أيضا طيب سؤال، أيهم كشفيته أغلى، من كان عنده خبرة أما من تخرج اليوم من الجامعة؟ أكيد من كان عنده خبرة، لكن أيضا يعني غالبا التقارب في العمر ما بينفع فيه الاستقرار، بينفع فيه الناحية الجنسية. هو هايج وهي هايجي، هي عم تطلع على الميكانيزما تبعه وهو عم يتطلع على الميكانيزما تبعها، فهمتني؟ فبيكون التقارب جنسي. لكن لما بيكون الرجل عنده عمر بصير في تقارب من الناحيات الميكانيزمية، لأنه موجود عنده، بيكون عنده الموضوع قوي أكثر، خبرة، وأيضا بيزيد عليه النواحي التكنيكية، التكنكة عنده في العاطفية أيضا إدارة يعني؟ هذه العاطفية تقصد؟ التكنيك بكل ظروفه وحروفه. التقارب بين الأعمار المتقاربة تقارب جنسي، علماء النفس بيقولوا. الأعمار الغير متقاربة ما هي؟ التقارب الجنسي والفن في التعامل، في خبرة، في بعد، في في إدارة نضوج. حياتهم الزوجية يعني. نعم. طبعا عندي سؤال أيضا، ماذا عن التقارب ناخذ بالأفكار؟ الأستاذ محمد جيش الطيبين في هذا يعني المجلس والله هذه المليء بالخير. مسألة مهمة. دكتور، ماذا عن التقارب في الأفكار؟ هل هو مهم أيضا؟ التقارب في الأفكار مع قرب الأعمار يكون تقارب تمثيلي. كيف يعني؟ ليلفت كل واحد نظره للآخر. شيخ بس سؤال، ما هو تقدير العمر يعني بين الطرفين؟ لا تقدير للعمر، هو الانسجام والعاطفة والقبول، لا حد للعمر. السلام عليكم ورحمة الله المهم وبركاته. البنت تشوف هالشاب، يعني مثلا أنا فت لعندك مرحبا جينا نخطب، فاتت البنت قاعدة حكينا كلمتين ثلاثة، اطلعت فيني، بيطلع الأب، بابا شو رأيك فيه؟ والله بابا ما شاء الله عجبني، وجهه حلو، شخصيته حلوة، حكيه حلو، توكلنا على الله بابا. هذا هو الضابط. كثير من الفتيات ما بيهمها من الآخر إلا أنه يملي عينه ويشبع قلبه وتقتنع فيه. هيك، هذا مجرب. يعني مثلا نقعد بجلسة المتقاربين في الأعمار قاعدين، لما بيتكلم الأكبر شوي، الشاب والبنت المتقاربين في الأعمار بينشغلوا فيه، بيستفيدوا من خبرته، كلامه جميل. طيب ما شاء دكتور الله. ماذا لو كان الطرفان سلفيان؟ الطرفان السلفيان إذا كان الطرفان سلفيان مع النضوج الفكري. نعم. على فكرة يا شباب بدي أقول لكم شغلة، النضوج الفكري من الطرفين ممكن يعمل مشكلة. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك. مثل ما قلنا تقارب الأعمار ممكن يؤدي إلى الانهيار، كذلك تقارب الأفكار أو النضوج، مو تقارب الأفكار،
النضوج الفكري من الطرفين ممكن يعمل مشكله. بتعرف ليش؟ لانه بصير في نديه بالطرح، ولذلك قالوا سيفان في غمد واحد لا يدخلان. لا، المشاكل مو ملح الحياة، المشاكل بالوعة الحب، المشكلات سبب مرض القلب، سجلوها. المشاكل بالوعة، المشكلات بالوعة الحب، المشكلات شو قلنا؟ سبب أمراض القلب. المشكلات بتخلي المرأة تقول لك يا كلب. ما وصلنا لهون يا شيخ. والله اسأل أستاذ محمد في الطيبين. تفضل أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة وبركاته. الله وبركاته. بارك الله بكم جميعا، وبارك الله بأستاذنا الدكتور حفظه الله. اللهم هذا آمين. حفظك الله يا أستاذ الموضوع محمد. في حياة صوتك غير واضح. الحقيقة. إخوتي الكرام، يعني لابد أن نلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى بهذا المجال، حتى يعني إذا تزوجنا أو زوجنا أحد يعني أولادنا يكون يعني هذا الزواج أقل شيء زواج مستقر خالي من المشاكل ووجع الرأس كما يقال بالعامية. فموضوعنا الخطأ الأول الذي يعني نرتكبه عند الزواج، لا نلتزم بما أوصانا به الله سبحانه وتعالى وبما أوصانا به الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل فالنبي وسلم صلى الله عليه وبارك. وسلم عدة صفات من أجلها تفتح المرأة، وفي النهاية قال لنا عليه الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك. نعم، أحسنت. هذا موضوع مهم، فلو يعني صبرتم علي قليلا وأنا أبلغ طيب من أستاذ محمد بعد إذنك بس أنا بدي منك الموضوع كلامك يكون بإضاءات على الموضوع. كنت معنا من البداية سيدي؟ يعني سمعت جزء كبير من الحديث. نحن بس بدنا نركز على موضوع العبادات. إله يعبد مع الله. العادات قلت عبادات. العادات إله يعبد مع الله في غالب شؤون وظروف حياة المجتمع الإسلامي، والقرآن ما هو إلا ملح العادات. فالسبب اللي بدنا ناخذه من فمك الطاهر، هل السبب تربوي أم السبب تراكمي أم أنه عمل على أن تأخذ العادات البعد الأكبر في حياة الفرد المسلم؟ ولماذا؟ بالنسبة للعادات الطيبة التي توافق العادات الطيبة الشريعة، دين سيدنا. العادات الطيبة دين، خلاص هاي مفروغ منها. نعم، كما بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، يعني أعتقد في حديث بهذا المعنى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأمر الإلهي الموجود في القرآن الكريم، يعني الذي يأمر بالأخذ بالعرف والأمر به العرف الطيب الموافق للدين. نعم. جيش الطيبين محمد. هذه المسائل كلها المجتمع الإسلامي يعرفها، لكن دائما تجد مع الأسف الشديد في بعض الفئات في المجتمع، وكثير يعني لا نقول بعض، غالب الأمة يعني يأخذون بالعادات والتقاليد، وكثير من العادات والتقاليد تخالف شرع الله يعني.
تلك العادات نحن غير ملزمين بها، لا لكن هم والأخذ أيضا يلزمون بها نعم، والأخذ أولادهم وهم مسلمون موحدون. لا يجوز، لا نوافق على يعني ذلك، انا اعطيك عاده بل استاذ جيش الطيبين. يعني تفضل. انا اعطيك مثال بارك الله فيك. انا ذات مره يا شهده كنت اخطب في جامع ابن حزم في الجامعه الامريكيه في الشارقه تحديدا في الامارات. نعم، هذه جامعه عربيه، سموها الجامعه الامريكيه لانها تدرس كل العلوم باللغه الانجليزيه، وفيها من كل انحاء العالم الاسلامي دكاتره من سوريا وبياتون هم وعوائلهم ويجلسون هناك وطعام وشراب وكل شيء. فالاوقاف انتدبتني لاخطب في هذا المسجد. هذا تقريبا في سنه 2007 8 في الشارقه. نعم، خطبت الخطبه يا سيدي ونزلت، فقام الناس يسلمون علي، فجاء رجل بعقال وشماخ وسلم علي وبوسني قبلني، قال الله يبارك فيك على الخطبة جميلة يا دكتور يا شيخ. قلت بارك الله فيكم. قال هذا ابني الدكتور عبد الرحمن، دكتور بروفيسور في الجامعة الأمريكية. قال لي يا شيخ أنا ما رضيان عليه. قلت ليش؟ قال يا شيخ أمه صلى ميتة 15 سنة وهو الرجل تقريبا بال70 72. وقال لي يا شيخ أنا بصحة وبعافي وبطلع بعمل رياضة كل يوم والله عاطيني وعندي مال. قال لي يا شيخ كل ما بشوف امرأة بتقبل فيني وبتريدني أول من يقف أمامي وضد أولادي. قلت ليش؟ حكى لي كلمة، قال لي يا أستاذ هني عم يحيجوني بهالعمر إني روح على الحرام. لا حول ولا قوة. يا أستاذ ليش ما اسأل لي يا للدكتور عبد الرحمن ليش ما يمانعون إني أتزوج؟ قال لي يا شيخ أنا راح أقول لك مشان الورثة، مشان الورثة واللي هي مالي. ليش يمانعون يا شيخ؟ مانعوا بحكم العادات، مانعوا بحكم العادات. من العادات أعوذ بالله، منطق أعور. لا يورثون البنت إذا كانت متزوجة. ليش؟ قال حتى ما يروح المال للصهر. هو الصهر عدوكم، هو الصهر أخذ أختك صار لها 30 سنة عنده، لا ألزمكم بأكلها ولا بشربها ولا بلباسها ولا بأولادها. شو المانع إنه ينجبر آخر حياته؟ المال اللي بيجي للأم بيروح لأولادها. هاي من العادات. من العادات التعامل مع تعدد الزوجات أنه أوسخ من الزنا، أوسخ من الزنا. أعوذ بالله أعوذ بالله. واعتبار المعدد أنه إنسان شهواني حقير، واللي بتقبل تاخذ واحد متزوج هي إنساني 3/4 فاجرة. أعوذ بالله. صح أستاذ محمد ولا لا؟ هل أنت معدد دكتور؟ نعم. كفو. نعم. كفو. أنا معدد. أنا أشهد أنك شيخ يا دكتور. هاي من العادات، عادات كثيرة، عادات كثيرة. هو الأستاذ يسألك هل أنت معدد؟ نعم أنا معدد، عندي زوجتان. نعم. ما شاء الله. نعم أنا عندي شيخنا زوجتان الكريم، والثالثة على الطريق بإذن الله عز وجل. ما شاء الله تبارك الله. أنا أشهد أنك كفو يا شيخ. الله يرضى عليك. اسمع بالحكي، لازم الشيخ اللي بيعدد نعمل له دعم. خذ بارك الله فيك. يلا يا شيخ. الله يبارك الله يبارك الله يبارك ويبارك في ذريتك. بس أنا معدد، بس أنا رجل صاحب أصول. الزوجة الأولى عندي منها 8 أولاد، 8 حافظين لكتاب الله عز وجل كامل. ما شاء الله تبارك ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ايوه
وقت اللي بتفكر انك وقت اللي بتفكر انك تعمل مصنع تاني، فرجينا نتاجك من المصنع الاول. مو تروح تحرق مصنع على حساب مصنع. هناك ضوابط للتعدد. تارك السنه وتارك العباده وتارك القران وتارك الشريعه بيعمل السبع الموبقات، بيقول لك الشرع حلل لي ثانيه وثالثه يا بي. لا لا، الشرع بيقول لك انت اللي بيشرب خمر وبيعمل معاصي الشرع ما بيحلل لك. الشرع بيقول لك امسك الاشاط وبلاش يدقيه على فخاده. على كل حال يعني في النتيجة نحن نوافق يعني ما تكلم به فضيلة الدكتور جزاه الله تعالى كل الله خير. يطول بعمرك. بالنسبة لتلك العادات السيئة التي تتناقض مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نضرب بها عرض الحائط، لا نأخذ بها. طبعا من واجب بس يا العلماء استاذ الواقع بيقول غير هيك يا استاذ محمد، ونحن كلامك هون على الراس من هون. بس استاذ كيف بدنا نقنع المجتمع انه غلط؟ والله بالنسبة لي يعني واجب العلماء الدين النصيحة، ليس ما لنا بيقبلوا من عليهم العلماء سلطان. سيدنا محمد، نعم. ما بيقبلوا من العلماء. ما هو هذا اللي عم نحكيه. لما كنا نروح نقول لهم انه يا اخوانا بس الشريعه الاسلاميه كذا وكذا وكذا، شو بيقولوا لك؟ اول كلمه: شيخنا انت على عيننا وراسنا وعلى راسنا الدين، بس نحن يعني العادات عندنا هيك. يعود الشيخ يذل ذيول، يجر الذيول الخيبه. طيب في النهاية هم يدفعون ثمن يعني يا هذا عيني الشيء. عليك، بدك والله إلك سقفي. هاي عد لي اياها، عد لي اياها، عد لي اياها، ارجوك عد لي اياها. في النهايه في النهاية يدفعون الثمن. دخيل يدفعون الله اللي خلقك. هذا الكلام الحلو. حقيقة هم يدفعون. هذا اللي بدي أوصل له. هم نعم. يدفعون الثمن. هم يدفعون الثمن. الثمن الغالي. الثمن الغالي الباهظ. قلنا نعم. لهم تقارب الأعمار دمار، وتقارب الأفكار نجاح، وتشابه الأفكار مصيبة، لأنه ممكن يصير فيه ندية. يا ما إجاني صدقا ما بزل عليكم هذا الشهر 4 حالات طلاق أعمار متقاربة. 22 بعمر 17، 23 بعمر 20 الزوجة فاطين بعضهم. هي بتقول له هيك وبقول له هيك، هي بتقول له هيك وبقول له هيك. أنا أنا أستودعك لو الله عندي هاي دكتور البنت. بدون ما أقاطعك. جزاك الله خير وبارك الله فيكم شكرا وفي لكم، علمكم، شكرا وزادكم الله لحضوركم، من فضله وزادكم شكرا الله من لهذا فضله. التفاعل. تنصحونا ننشر هذا البث يا شباب؟ والله يا دكتور لا تنشر هذا البث، لكن المرة القادمة قدم درس ودون أن نتفاعل أو تسأل إلا في آخر البث يعني، وتتخير يعني لا، أنا يعني. سأقص أكثر البث. نعم جميل جميل. والمعذرة أنني لم أبدأ في دروس الأدب المفرد فوقتي منشغل، لكن بإذن الله عندي نية أن الأسبوع القادم أبدأ به وأنتقي الدرر والفوائد. خلق أفعال العباد سيدنا. نعم نعم نعم، الخلق أفعال العباد للبخاري. وجزاك الله طيب بارك خير، الله فيك. والله استفدت شكرا كثيرا شكرا يعني. شكرا شكرا زادكم الله من شكرا فضله شكرا. وكرمه. سامحوني على التفاعل، لأنه اللي عم يشوف مو مثل اللي عم يسمع. نعم من حقك من حقك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. أستاذ محمد معلش نحن قطعناك كثير، بس تفضل. بارك الله فيكم. جزاكم الله تعالى خيرا، نفع الله بكم الإسلام والمسلمين. الحقيقة يعني والله لا أجاملك يا أستاذ، والله يعني الآن المجتمع الإسلامي يحتاج إلى أمثالك، يحتاج إلى
يعني هؤلاء العلماء أصحاب التجربة، أصحاب فهم الواقع. يعني أسر المسلمين تقع فيها إشكاليات كبيرة جدا جدا جدا، وسبب استاذ محمد هذه تذكرت المشاكل. شغلي، يعني العريس بعد ما تفضل. بفوت وبيطلع وبفوت وبيطلع وبفوت وبيطلع، هي موضوع كتب الكتاب يا استاذ، لا تخلوا حد يكتب الكتاب قبل الدخول الا بيوم واحد، لانه متى ما انكتب الكتاب بحجه انه بده يفوت ويطلع بالحلال، ما مطلوب منه يفوت ويطلع بالحلال. قررنا انه نعطيها البنت، ناخذ منها المهر، بجهز اغراضه، كل شهر بيجي مره بيقعد بحضور ابوها وامها، وصلى الله على محمد، ما في داعي يشوف لا شعرها ولا بعرة ولا تتمكيج قدامه، تقعد بحلتها، امه بتقول انه شعراتها حلوات او كذا الى اخره. فكتب الكتاب كمان هاي اسا هاي لعبه كبيره هاي. بصير الرجل بفوت وبيطلع، بفوت ويطلع على غدوات وعشوات، اجى العريس وما اجى العريس، بصير الاب يتضايق، يقول له بابا الساعه 3 بالليل خليه يقوم يروح على بيته. شو بتقول له الام؟ معلش حلاله مرته، انت قوم روح نام. تصير بتحكي مع جوزها تقول له قوم انت روح وانقلع نام. وهكذا يا ساده، وهكذا. و... فيا ساده، و... نعم، طول فترة الخطوبة أيضا هي من المساوئ اللي ايه ايه أيضا ايه يعني ايه. مشاكل كثيرة جدا. يعني تطول الخطبة والنتيجة غير مضمونة، قد يتم الأمر وقد لا يتم. لا لا لا، إيه نعم. لا، في واحد شو عم يقول لي كيف يقعد بدون كتب كتاب اذا انت ترضاها غيرك ما بيرضاها، على اساس متمسكين بالدين. ما شاء الله عنكم، انا عم اقول لك بيجي بيشوفها مره مرتين ثلاثه بس، بيجي بيشوفها شيخي، مره الله مرتين الله يبارك. ثلاثه وبس. تنقص اجروا بتنقص، اجروا بتنقص. بيجي مره شيخي، تنتين ثلاثه، وبعدين شو بنعمل برجله؟ بنقول له حبيبي لهون لا عاد تجي، لهون لا عاد تجي، بس تظبط امورك وتظبط مهرك وتظبط بيتك. ها شو بنقول لك؟ اهلا وسهلا، بتجيب الشيخ وبتكتب الكتاب، واهلا وسهلا فيك. اما يا شباب هاي عاده كتب الكتاب، كل يوم سري مري سري مري. الو حماتي انا جاي اتغدى، ايه اهلين يا خالي. الو حماتي انا جاي اتعشى، ايه اهلين يا خالي. بيصرفوا عليه قد ما يدفع المهر على 3 مرات، وبعدين شو بقول لهم؟ والله ما عجبتني البنت. تمام. اي نعم. تفضل استاذ. نعم كنت عم اتعلق على النقطه هاي. نعم، والله كما تفضلت، جزاك الله تعالى كل خير. يعني هاي كلها من العادات الخاطئة. يعني وفي النهاية يدفع الثمن، يعني تدفع الثمن البنت والآباء والأمهات والعائلة والبنت بشكل أجمع. بتتعلق فيه سيدنا، من كثر ما نعم، بتفوت وبيطلع بفوت وبيطلع بتتعلق فيه البنت. بصير اذا تركها بينشلع قلبه معه. نعم، نعم. فنحتاج إلى مثل هذه النصائح في هذه الجانب ما بدنا. وبيان المسلمين. جزاك الله تعالى خيرا. ف الله يطول بعمرك يا يعني سيدي. يعني يا شباب الله ارجوكم، والله ثوب العادات ثوب بالي، والله ثوب العادات ثوب مخمخم، مثل واحد لابس قميص صار له 20 30 سنه، شو بدها تكون ريحته؟ يا اخوانا اخلع ثوبك القديم والبس ثوبك الجديد بعد ان تتعطر وتتنظف. فانا انصحكم يا ساده، انصحكم استشيروا العلماء واسلكوا طريق العلماء، فوالله ما وضعهم الله الا نقاطا لتضيء في حياتكم. مثل ما حكى استاذ الطيبين كلمه، اقسم بالله الناس عم تذوق الالام والويلات. والله والله اذا بفتح ارشيف القصص شيء بيحرق القلب. والمشكله مثل المريض اللي راح لعند الدكتور المختص
بعد ما عمل تحليل قال له بتاخذ دواء كذا وكذا 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 وكذا. بيروح المريض ما بيشتري الدواء ولا بيمشي على إرشادات الطبيب، وبتزداد حالته تدهور. بتقول له ليش ما سمعت؟ بقول لك والله ما بعرف ليش. يعني عم تتعبوا حالكم بالعادات والتقاليد وعم تتعبونا. مثل واحد غرقان وعم يطبش بإيديه وإجريه من الغرق، ولما بتمد إيدك إله بيجي بيقول لك أنا امرأة وما بجوز تحط إيدك بإيدي. حلوة هاي، شو بدها سافي يا أستاذ على جسد الطيبين. أيوة. أنت المهم إنك تنجو. مثل واحد عم نعم يغرق بيطلع هيك بيقول له مد إيدك، بيقول لا 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 يجوز أن تضع يدي بيدك. هون في شيء ضرورات. من درس الدين وفهمه وحفظه توسعت رؤيته. الله يرضى عليكم جميعا، الله يرضى الخبرة عليكم جميعا. والتجارب. نعم الخبرة والتجارب أيضا لها أثر كبير. يعني نعم الإنسان سيدي. صاحب التجربة خبرة يعني علينا أن نأخذ بنصائحه وبتوجيهاته. يعني وصلنا إلى مرحلة يعني من خلال العادات صنم يعبد. نعم والله يا عم الحاج محمد هي أعظم في قلوبنا من الدين. نعم نعم مرة سمعت واحد ختيار عندنا بسوريا قلنا له السنة والشريعة، قال له بلا شريعة بلا بطيخ، عاداتنا هيك. والله والله. صحيح صحيح، هذا موجود هذا موجود في المجتمع. إذا كان أنا أنت نعم حجي أنت بتعرف إنه أنت عايش بمجتمعاتنا بتعرف نعم نعم كنا نروح على حفلة العرس نعمل إنشاد ديني ونقرأ قرآن، بس نخلص المولد ونمشي يكون المطرب قاعد جاي بطحة العرق وجاي مشان يرقصوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بعد المولد فورا نعم شو يعملوا؟ يعملوا رقص ودبكي ونسوان مع رجال. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بعد عن الدين، بعد عن الله سبحانه وتعالى. نعم. فنحن أستاذ بارك الله الكريم حياك الله يا سيد الطيبين كثيرا. تنصحوننا بنشر هذا البث. والله أنا أرى هذه النصيحة نصيحة مهمة وكبيرة، وإن شاء الله يكون لها أثر في حياة المسلمين.